لا بيتزا نابوليتانا. اهم حاجة في البيتزا النابوليتانا الدقيق يكون فاخر، يكون البروتين بتاعه عالي، مش اقل من 13 او 12 ونص اقل حاجة. بعد كده نسبة ترطيب، انا عملت هنا العجينة بتاعتي نسبة الترطيب بتاعتها 70%، 500 جرام دقيق و350 جرام مية. هنا طريقة العجن اللي انا بعملها طريقة مباشرة، في طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة دي المعتمدة اكتر في المطاعم والبسيطة، والعجينة ما فيهاش شغل كتير، هي فيها دقيق ومية وخميرة ورشة ملح. المقادير بالظبط 500 جرام دقيق، 350 جرام مية، ورشة ملح، وحوالي 3 جرام خميرة. ما تقوليش ليه 3 جرام خميرة قليلة، لان هنا احنا بنشتغل على التخمير مدة طويلة. انا لما عجنت العجينة هنا ريحتها حوالي تلت ساعة، وجيت بقى عملت الحركات اللي انت شايفها دي، بقرصها كده واشدها واطبقها على نفسها من كل الجوانب. ده بيخليها يعني الجلوتين اللي فيها يشد ويعمل لها عرق قوي. احنا محتاجين الموضوع ده. انا بكرر الموضوع ده كذا مرة، يعني 3 4 مرات. ممكن لو انت عندك صبر تستنى في الاول تسيبها تلت ساعة ترتاح وتجرب كده، وبعدين 10 دقايق وتشدها تاني، وهكذا. كل ما عملت الموضوع ده كويس وعدد مرات معقولة تكون البيتزا معاك ترتاح. وفي الاخر انا بديها رشة زيت زيتون او اي زيت عندك، وتغطيها بقى، تسيبها حوالي ساعة او ساعتين برا التلاجة ترتاح، وبعدين تشيلها في التلاجة. تاني يوم بقى تروح مطلعها تلاقيها بالشكل ده كده، عاملة بلالين صغيرة كده، فقاقيع، وشكلها كده يعني كده اختمرت صح. انت ما ينفعش تستعجل العجينة في ان انت تحط لها معلقة خميرة كبيرة ونص ساعة وتسويها. دي عملية كيميائية، عاملة بالظبط زي لو قطفت تفاحة خضرة لسه من على الشجرة وبتاكلها، ما بتبقاش استوت. هي نفس النظام، الخميرة مادة كيميائية بتتفاعل مع المية والدقيق وكده، وتطلق غازات وتاخد راحتها في المرحلة دي عشان تديك حاجة خفيفة على معدتك ما تتعبكش. يعني الميزة اللي مخلية بيتزا النابوليتان مشهورة على مستوى العالم ان هي خفيفة على المعدة، تاكل وتشبع، وفي نفس الوقت ما تبقاش تعبان وقاعد مش قادر تتحرك لان بطنك منفوخ. يعني تقدر تتحرك وتواصل اليوم بتاعك عادي. بص، طريقة الفرد دي مهمة بقى عشان تعمل البوردو اللي بيبقى عالي. يعني بالراحة كده على قد ما تقدر تضغط في النص